لو دايما تعبان وكل شويه برد ورا التاني وعلى طول مزكم وعظمك بيوجعك من اقل سقعه، فبالله عليك قبل ما تدمر نفسك وتجري تاخد مضاد حيوي او مجموعه البرد بتاعتك او حتى حقنه برد، حتى لو بتقوم بعدها زي الحصان، خليك معايا عشان نوضح قد ايه اللي انت بتعمله ده كارثه على جسمك على المدى البعيد. هتقول لي طبعا ما تكبرش الموضوع يا عم انيس، الواحد وراه شغل ومش مستحمل يقعد يومين. فاهمك طبعا وواعي لكل كلمه بتقولها. احنا هنا بنتكلم على حاجه دوريه بتحصل لنا دايما، وطريقه علاجنا ليها خصوصا في الوطن العربي ممكن تسبب كوارث على المدى البعيد. فهات كوبايه القهوه الجميله بتاعتك او مشروبك المفضل الصحي وتعالى معايا في الكام دقيقه الجايين دول نفهم الموضوع من اوله واسبابه. الحاجات اللي احنا عاوزين نفهمها ايه هي انواع التعب والمرض اللي بنتكلم عنه النهارده عشان نفهم كل واحد فيهم ونعرف نفرق بينهم وازاي هنعالج كل واحد فيهم. الحاجه الثانيه جهازك المناعي، ازاي هو عصب كل حاجه في جسمك، وازاي ان ده لو ما فهمناهوش مش بس هتحس بتعب او اي شويه برد يقدروا يقعدوك في السرير، بس هيأثر على حاجات اعمق من كده بكتير. فلو بتحس ان جسمك مكسر وعلى طول وبتقوم من السرير الصبح تحس اكنك ميت، فده اهم جزء ليك في الفيديو. وحاجه تانية، ايه هي اهم 4 اعمده اللي مبني عليهم جهازك المناعي كله، وازاي لو عمود واحد بس وقع تقدر تقول على المبنى كله سلام عليكم. وفي النهايه ازاي فعلا تحصن نفسك على المدى القريب والبعيد. ويلا بينا. قبل ما نتكلم في اي حاجه لازم نكون عارفين احنا بنتكلم عن ايه النهارده بتفاصيل، بمعنى ايه نوع التعب اللي احنا بنتكلم عنه. مش بتكلم عن نوع المرض، ايه نوع التعب. في تعب بيجي قصير المدى وفي تعب بيجي طويل المدى، وده اللي بنسميه الكرونيك إلنسز. النهارده احنا بنتكلم على التعب اللي بيبقى قصير المدى، اللي هو التعب اللي اي شخص عادي ممكن يتعب 2 ل4 مرات في السنه. اي طفل طبعا بيتعب اكتر من كده وده عادي، ولكن اللي مش عادي ان احنا نتعب كل 3 أسابيع او كل شهر مره، ده مش عادي. فالنهارده هنتكلم على ده. طبعا موضوع التعب ده مش حظ، مش جينات، مش اي حاجه من الحاجات او الحجج اللي الناس بتلومها ان هي بتتعب بسببها. التعب ببساطه بيجي لان الجهاز المناعي بيقع، والجهاز المناعي محتاج 3 حاجات عشان يبقى شغال. محتاج طاقه، محتاج عناصر غذائيه، ومحتاج راحه او استشفاء. لو ال3 دول مش موجودين تقدر تقول ان جهازك المناعي مش هيشتغل. ومش شرط ال3 كلهم يبقوا موجودين، ولكن على الاقل الافريجز ما بين ال3 لازم يكونوا متاحين للجسم بطريقه ان هو يقدر يتعامل بيها. فما ينفعش ان احنا نهتم بحاجه من ال3 حاجات دي وننسى الباقي برضه، بغض النظر عن قدره الجسم في ان هو يعادل ما بين ال3. والحاجه المهمه اللي لازم نفهمها، انت ممكن بسهوله تدمر الجهاز المناعي او تضعفه، ولكن ما تقدرش بسهوله تقويه. وايه اهميه ان الجهاز المناعي بتاعنا يكون قوي غير ان احنا ما نتعبش؟ ان هو التعب بيعطلك في حاجات كتير زي ما احنا قلنا. انا اكيد متخيل الناس وقت البرد بيحسوا بايه. فالمهم جدا ان احنا جهاز المناعي يبقى قوي وعالي على قد ما نقدر، لان في امراض جديده طبعا بتتحول وممكن تاثر علينا، واللي مناعته ضعيفه هتقعد معاه اطول بكتير لانها امراض جديده الجسم مش واخد عليها. فمن الاحسن الجهاز المناعي يكون جاهز. وفي حاجات كتير او 4 عناصر هنتكلم عليهم مهمين جدا بالنسبه للجهاز المناعي بتاعنا عشان يفضل قوي. وبالمناسبه النوم واحد منهم، وهنتكلم عن النوم يكاد يكون اهم واحد فيهم. يعني اي حد ما بينامش كويس او عنده سليب ديبريفيشن، ده الخليه بتاعته بتاع المناعه نفسها بتبقى واقعه خالص، فانت بتضعف جهازك المناعي بمجرد ان انت ما بتعرفش تنام صح. طيب خلينا نتكلم على ال4 حاجات. اول حاجه النوم. انتوا عارفين النوم لاي شخص ما بيفكرش في النوم ان هي حاجه قويه جدا، احب اقول لك عيد النظره في الموضوع ده. النوم لو الشخص مش نايم كويس، عرضتك للامراض 4 ل 5 مرات اكتر من اي شخص تاني. ومش بتكلم على ليله او ليلتين، انا بتكلم ان الهابتس او طريقتك في النوم ما بتسمحش لجسمك ان هو يتعافى ويتشافى بالطريقه الصحيحه، لان النوم هو اللي بيحصل فيه كل التصليح اللي احنا محتاجينه. النوم هو الريكفري بتاع الجسم، هو الفرصه اللي بتديها لجسمك ان هي تشيل الفضلات الكيميائيه او البيولوجيه اللي جوه الجسم عشان الجسم ينضف، اكنك بتشيل الزباله من البيت تطلعها بره. فلو انا الزباله قاعده معايا جوه، تتخيل ايه اللي ممكن يحصل؟ النوم الغير عميق او جوده النوم الضعيفه بتخليك بتضعف الخلايا على طول ب 30% من قوتها ان هي تقدر تدافع عنك من الامراض. فدي حاجه برضو مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها، ان النوم حاجه مهمه جدا في الحياه في حاجات كتير، من ضمنها الجهاز المناعي بتاعنا. تاني نقطة هي نقطة الاسترس.
لو اصلا شخص ستريس انا متهيألي النوم مش هيبقى كويس، الا بقى لو بتعرف تفصل. فلا نتخيل بقى ان انت بتعرف تفصل ما بين الاسترس والنوم. الاسترس نفسه هيدمر جهازك المناعي برضه، لان الاسترس خلي بالنا الستريس الغير متحكم فيه هو كورتيزول طالع في السماء طول الوقت. فلك ان تتخيل ان الجسم ما يقدرش يركز على الجهاز المناعي او ان هو يدافع عن نفسه من البكتيريا والفيروسات والحاجات دي كلها وهو في حاله ستريس دائم، لان الستريس معناها كورتيزول مرتفع، فالجسم بيتخيل ان هو بيهرب من اسد، انت مشغول بتحاول تغتنم فريسه، في حاجات كتير تانية ممكن الجسم يكون مشغول بيها، ودي برمجه الجسم بتاعنا. لان الجسم ما بيفهمش التفاصيل اللي موجوده في حياتنا دي، ما يفهمش انت ستريس عشان امتحان او ستريس عشان واحده سابتك او مش عارف ايه، لا انت ستريس لان العلامات الفيزيولوجيه او الكيميائيه اللي بتحصل جوه الجسم بتديله الدليل ده، فالمخ بياخد الكلام ده وبيتصرف بناء عليه. فحتى بتلاقي اي شخص لما يكون عندنا امتحانات او بروجكتس او ديلز شغالين عليها او اي حاجه مهم، يوم مهم، مشروع مهم، حاجه مهمه، حدث مهم، فرح، اي حاجه، بتلاقي الناس دايما بتتعب بعد الفرح او بتتعب بعد تسليم الواجب او بتتعب بعد تسليم المشروع او بعد التخرج او لان الجسم بيخمد الاحساس بالتعب في الفتره دي، بيقول لك لا انا مش فاضي للكلام ده فانا هخمدك من الاحساس ده. فالاسترس نفسه احنا ما بنبقاش واخدين بالنا هو بيدمر الجسم داخليا ازاي، ولكن بمجرد ما الكورتيزول بينزل او الوضع بيهدى بتلاقي ان الاعراض كلها بترجع تطلع لك تاني. فلا تعتقد ان انت بمجرد ان انت حاسس ان انت كويس ده معناها ان جهازك المناعي بخير. فلو انت ستريس لازم تخلي بالك من الحتة دي. بعد كده عندنا التغذية والعناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها عشان يحافظ عليك، الرو ماتيريالز بتاع الجسم اللي يقدر يبني بيها حاجة، اللي يقدر يدافع بيها عنك، اللي يقدر يعمل بيها الحاجات اليومية اللي هو محتاج يعملها. لو دي مش متواجدة الجسم في ضياع. فببساطة العناصر الغذائية دي لازم تكون حاجات بناكلها، حاجات الجسم بيهضمها، فيها قيمة غذائية، فيها فيتامينات، فيها معادن، بحيث ان الجسم يقدر يتعامل معها. وفي طبعا فيتامينات مهمة جدا مثلا زي فيتامين د، ده صعب ان انت تجيبه قوي من الاكل، في اكلات بيبقى فيها الفيتامين د زي مثلا السردين واكلات تانية، ولكن الفيتامين د ده لازم يجي من الشمس. فلو انا الفيتامين د بتاعي واطي، الجهاز المناعي بتاعي مش هيبقى شغال، وطبعا تبقى عرضة لكل الامراض. واسرع طريقة تعالج بيها او تهاجم بيها اي مرض ان انت الفيتامين د يكون في جسمك عالي عشان تنشط المناعة. هو الفيتامين د لكل حاجة. يعني لما يبقى شخص الفيتامين د بتاعه واطي، ده مش بس معناها ان المؤشر الصحي بتاعك بيقول لك فيتامين د بتاعك واطي وان مناعتك واطيه، معناها ان حتى طريقه العيشه بتاعتك مش صحيه. ففي حاجات كده عندنا في جسمنا بتدل على قصه حياتنا. ببساطه لما الاقي حد فيتامين د بتاعه واطي، اعرف ان الشخص ده ما بيتعرضش للشمس، على الاغلب كسول، على الاغلب ما بيتحركش، على الاغلب جوه البيت طول الوقت او جوه مكتب منطوي على المكتب، بياكل كتير على الاغلب برضو لانه قاعد جوه البيت، مش حاسس بالنهار، مش حاسس بالليل، ما بينامش كويس، لان اكيد لو مش بتتعرض للشمس لفتره كافيه فانت فيتامين د عندك واطي، فانت النوم عندك السايكلز بتاعته هتبقى متاثره بسبب السيركيديان ريذم او الساعه البيولوجيه بتاع الجسم. كل حاجات مربوطه ببعض. وطبعا النقطة الرابعة هي الحركة. الحركة مهمة جدا. الحركة برضو بتدل على طريقة عيشتك ليومك، بتدل على قوة الجسم وقوة الأعضاء وقوة حاجات كتير جدا. الحركة ما هي غير بتترجم إلى نشاط للجسم، قوة قلب، قوة ضخ الدم، وقوة ضخ الدم وسهولة ضخ الدم معناها سهولة توصيل الأدوات اللي الجسم محتاجها للخلايا، معناها حاجات كتير جدا، معناها إن ما يبقاش عندي سكر في الدم مرتفع، معناها ان حساسيه الانسولين مش موجوده، معناها حاجات كتير جدا اساسها ان انت بتساعد جسمك انه ينشط نفسه ويشتغل على الحاجات اللي هو محتاج يشتغل عليها. ومهم جدا مع الحركه الراحه للحركه دي. اي حاجه بنعملها هي ستريس على الجسم، فالحركه جزء من الستريس على الجسم. فازاي ان انا اعادلها؟ مش تقوم تمشي لي مثلا نص ساعه وتيجي ترتاح لي 3-4 ايام، لا، كل حاجه ليها الايكويفالنت بتاعها. مثلا اي شخص لعب ماتش كوره ساعتين، ده محتاج تاني يوم يعمل مثلا ريكفري عشان يرتاح، عشان يقدر بعد يومين تانيين او 3 يرجع يلعب ماتش تاني باعلى ليفل. انت ممكن تفضل تضرب في يعني تمارين وجري والكلام ده كله، بس كل سيشن هتبقى قوتك اقل، انتاجيتك اقل، لان ما بتديش لجسمك الراحه.
ولما الجسم ما بياخدش الراحه الستريس بتاعه بيزيد، الكورتيزول بيزيد فتتعب. بالتالي الناس اللي بتجري مثلا عرضتها بتوع الماراثون بيجروا اميال كتير او كيلومترات كتير، الناس دي بتتعب بسهوله 4 ل 5 مرات بعد الايفنت بتاعها عن اي شخص طبيعي تاني، لان المناعه بتقع في ساعتها، لان انت كده اضعفت جسمك لو ما اديتوش الريكفري. هل ده معناه ان انت احسن ان انت تبقى شخص قاعد في البيت ما بتعملش عن اي حاجه عن شخص بيجري كتير او بيدي مجهود كبير؟ الاجابه هي لا. ببساطه الشخص اللي قاعد ما بيتحركش كتير ده مناعته واقعه على طول. الشخص اللي بيعمل حاجات كتير ومحتاج بس يركز على الريكفري او الاستشفاء مناعته بتبقى واقعه لفتره معينه ومحدده. فدي حاجة تانية. فالأحسن حاجة يكون عندنا اعتدال بحيث ان احنا نقدر نوفق ما بين الاثنين. انا مش بتكلم هنا عن الناس الاثليتس او الناس اللي غاوية الرياضة وبتحاول تتحسن في حاجات وتفاصيل كتير، اللي انا منهم على فكرة. ولما مبقاش معادل ما بين الراحة بتاعتي وما بين التمرين بيجي لي فترات بحس ان انت فعلا عندك زي دور برد. هو مش دور برد، هو جسمك بيبدأ يتعب لان المناعة بتضعف وممكن يستجيب بالسلب لاي فيروسات او بكتيريا تواجهه لانه مش قوي ساعتها. وفي نفس الوقت في زي ما قلنا لان هنبقى عرضة لحاجات كتير لازم نبقى عارفين ازاي ان احنا نمكن جسمنا في الاوقات المعينة اللي هو محتاج الزيادة فيها. فهي العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها، ازاي نديله الدعم السريع وقت ما يكون محتاج الدعم السريع. ودي بتبقى زي حاجة شورت تيرم، يعني حل سريع بنديه للجسم، يعني بندعمه بفيتامين د، فيتامين سي، ميه زياده، راحه زياده، اكل صحي زياده وقت ما الجسم يكون تعبان، ابعد على السكر عشان الالتهابات، عشان الجهاز المناعي يبقى شغال. كل الحاجات دي بنديها دعم، ولكن اساسها في الموضوع في الاساس كله ازاي ابعد عن ان انا اوصل للحظه دي. الحاجه الاسوأ من الامراض قصيره المدى ودي هنتكلم عليها في فيديو تاني هي الامراض اللي هي المزمنه طويله المدى. والامراض دي بتبقى بنوصل لها بسببنا، بسبب اختياراتنا، بسبب طريقه عيشتنا للحياه بتاعتنا، بسبب الاكل اللي بناكله والشرب اللي بنشربه والنوم اللي ما بنناموش والسهر، لما بيتراكم على ايام وشهور وسنين وبنتغاضى عن العلامات اللي الجسم او الاشارات اللي الجسم بيديها لنا، فاحنا بنصر ان احنا نمرض. وهنا بيجي الامراض المزمنه هنتكلم عليها في فيديو تاني. ده موضوع كبير جدا، لان المرض المزمن لما انا اشوف حد عنده السكر ده بيديني خلاصه حياته او طريقه عيشته لحياته حالا. انا من غير ما اكلمه ببقى عارف الشخص ده عايش ازاي وكان عايش ازاي واهتمامه بنفسه ازاي ومزاجه بيبقى عامل ازاي واتخاذه للقرارات ازاي ومهزوز ازاي نفسيا وجسديا وعقليا. في حاجات كتير المرض بيدمرك في حاجات كتير انت ما بتبقاش واخد بالك منها. خلاص الكلام هو ما نقدرش نبعد عن الامراض قصيره المدى، لانها امراض قصيره المدى هتصيبنا لان الفيروسات والبكتيريا بتتحور وبتتعامل مع ناس وبتخرج وما ينفعش تقفل عن نفسك. ولكن ينفع ان احنا نقوي الجهاز المناعي بتاعنا بان احنا نعامل جسمنا كويس عشان جسمنا ما يغزلناش وعشان يبقى عندنا مومنتم في الحياه بتاعنا وما نبقاش عندنا الروتين بيتقطع وبيتكسر ويبقى في حجج ان احنا ما نتقدمش او يبقى في زي عطله، بتبقى عطله وارهاق ومجهود لما واحد يبقى تعبان وبتبقى حاجه ما حدش عاوزها يعني، وبعدين بتنشر التعب ده لناس تانية جنبك. فاحنا مش عاوزين كده. اللي عاوزينه ان الناس كلها تقوي الجهاز المناعي بتاعها. مش تقوي الجهاز المناعي بتاعك، احنا زي ما اتفقنا في 3 عناصر اساسيين. احنا بنتكلم عن الطاقه اللي الجسم محتاجها، بنتكلم عن العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها، بنتكلم عن الراحه. زي ما دول تفرعوا زي ما قلنا في حاجات عندك زي النوم، عندنا الستريس، عندنا الاكل او العناصر الغذائيه او النوترينتس اللي الجسم محتاجها، وعندنا الحركه. كل دول بيشتغلوا مع بعض عشان يدونا النتيجه الاساسيه بتاعتنا ان الجسم يفضل في الهاي اليرت او يفضل عنده خطوط دفاع قويه عشان يقدر يدافع عن نفسه، يدافع عن فكروا فيها زي بلد تدافع عن حدودها ازاي، تكون مستعده، تكون جاهزه. عشان تبقى جاهزه لازم بتصرف على حاجات معينه وبترتب حاجات معينه ويبقى في جيش بطريقه معينه وعارف الجيش هيدافع عن نفسه لو حد دخل عليه ازاي من هنا ومن هناك ومش عارف ايه. ففيها تفاصيل كتير جدا. الجسم نفس الحاجه، بس الجسم مش محتاج ان انت تخطط له، محتاج ان انت تعيش صح وتديله الادوات اللي هو محتاجها بان انت تكون انسان. يعني عيش صح، مش محتاج ان انت تعمل حاجه خرافيه. نام صح، كل صح، اتحرك، تبقاش كسول، ومانج يور ستريس. ودي حاجه الستريس في كذا طريقه ممكن ان احنا نتحكم في الستريس وممكن نتكلم ده في فيديو تاني. المهم اتمنى ان الفيديو ده يكون استفدتوا منه وضاف لكم. ولو انت حاسس انت مش مظبط او عاوز تعرف اكتر عن جسمك، في فيديو عملناه بيتكلم على 8 اشارات مهمه جسمك بيديها لك
بيقول لك اذا انت متدمر داخليا او لا. فلو حابب ان انت تعرف اكتر عن جسمك عن طريق الاشارات دي، ممكن تتفرج على الفيديو ده، وبتيجي عن طريق والترا. يعني والترا ممكن تساعدكم تعرفوا الحاجات دي. هسيبكم تتفرجوا على الفيديو وتفهموا القصة هناك، وشكرا ليكم، هشوفكم في فيديو تاني.